لا تستطيع الدولة أن تلبي احتياجات فرص العمل لأبنائنا من الخريجين والباحثين عن العمل، حيث لا يمكن للدولة أن توظف كل هذه الأعداد الهائلة، خصوصا ونحن نتكلم عن ثروة بشرية الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذا البلد، غالبيتها من الشباب. ونحن نعلم جيدا أيضا أن فرصة العمل في القطاع الصناعي المباشرة تولد 4 إلى 6 فرص عمل غير مباشرة، وبالتالي الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وإكساب المهارات والتدريب لإدخاله للمنافسة في سوق العمل هو أيضا واحد من أهداف هذه الحكومة.